واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والانسلاخ مشتق من السلخ وهو الجلد، انسلخ منها كأنما يزيل جلده عنه. وهل يزال الجلد؟ في إشارة إلى أن الآيات وأن الدين كله هو من الإنسان ومع الإنسان، لا ينبغي أن ينفك عنه أو يحيد عنه الإنسان. وإنما البشر سمي بشرا لأنه يتميز بالبشرة، إلى حيث البشر كيف يولي الإنسان مشوه الخلقة. ومظاهر الانسلاخ في المجتمع الآن كثيرة جدا. مثال ذلك رأيناه رأي عين قبل أيام فقط. سمعتم ما فعلته دولة قطر مثلا مؤخرا للإسلام والمسلمين، ما تقدمه للإسلام والمسلمين. وش ما تقدمه الآن للإسلام والمسلمين شيء مزيان ولا لا؟ دعوة إلى الحق بالحق ودعوة إلى المعروف بالمعروف. شكون الذي سيجد في قلبه غضاضة وحرجا من هذا الأمر إلا منافق معلوم النفاق يكتب ويقول واش هذا فتح إسلامي ولا كرة. يسعون دائما إلى التفريق بين الدين وبين الحياة، وهذا هو الانسلاخ. لا احنا الدين بوحده في الجامع، اللي بغى يعبد يعبد الله بوحده، احنا ما سوقناش في هذا الشيء، احنا ما دخلش الدين في هذا الشيء. باش ندير في قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق يستحق العبادة لأنه خالق، وله الأمر هو الذي يحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله سبحانه حكم عادل سبحانه وتعالى. فإذا دائما هذه دعاوى تفريق الدين عن الحياة وعن الواقع راه انسلاخ من الدين. وأنا أود أن أسألهم سؤالا واحدا: هل ما فعلته قطر الإسلام والمسلمين في هذه الفترة هل يرضي الله أم يسخط الله؟ سؤال سهل. هل يرضي الله أم يسخط الله؟ إن قال يسخط الله فهو لا شك يعبد إلها غير الذي نعبد ويعتنق دينا غير الذي نعتقد. وإن قال يرضي الله فكيف يسخط كما يرضي الله؟ فكيف يسخط كما يرضي الله؟